السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة من برنامج حماة الوطن. حماة الوطن برنامج الجيش الوطني. اليوم يزور القوات الملكية البحرينية، قوات الدفاع الملكية البحرينية وقوات المهام الخاصة في اليمن، والتي تشارك أخواننا والذي يشاركنا أخواننا في قوات الدفاع البحرينية الملكية البحرينية الدفاع عن الشرعية في اليمن. نحن اليوم في زيارة خاصة لهذه القوة من قوات النخبة البحرينية التي تجثمت عن السفر، تجثمت المشاق والتعب والصعاب من أجل أن تكون حاضرة مع إخوانها أبناء القوات المسلحة اليمنية للدفاع عن الوطن، عن الشرعية وإعادة الشرعية الوطنية إلى مسارها الحقيقي ودحر الانقلاب. أولا يسرني أن أرحب بأحد الضباط بقاعدة قوات المهمة الخاصة الذي يرافقني في هذه الزيارة، والذي سنستعرض عن مهارات الجيش البحريني وأيضا عن دوره في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمهام التي تنفذها قوات البحرين سواء في المجال التدريب أو التأهيل وكذلك المجال الإغاثي. البحرين الشقيق يدا بيد مع الجيش الوطني من أجل اليمن، من أجل استعادة الشرعية ودحر الانقلاب البغيض وإن شاء الله إلى غير رجعة. هنا التحمت الدماء، هنا الدماء اليمنية اختلطت بالدماء العربية، أخواننا الأشقاء الذين يشاركون في التحالف العربي. هنا اختلط الدم بالأرض من أجل الهوية العربية والإسلامية، دفاعا عن مقدساتنا وعن مشاعرنا وعن كياننا العربي الإسلامي الذي حاولت الميليشيات الانقلابية أن تكون بيدق بيد العميل الفارسي. تابع. مرحبا بك أخي الكريم، لو تعرفنا عن نفسك وعن مهمات قوات البحرين، القوات البحرينية في اليمن. مرحبا أخي الكريم، بداية اسمح لي أن أبعث رسالة شكر إلى قيادتي الرشيدة على ثقتهم فينا وإرسالهم لنا إلى الأراضي اليمنية. وجودنا في الأراضي اليمنية ليس للعبث، ولا جينا إلى الأراضي اليمنية من أجل تسلية أو غير ذلك، لا، نحن جينا إلى اليمن الشقيق من أجل دعم الشرعية اليمنية ودحر العدو. والعدو الحمد لله مثل ما أنتم تشوفون إن شاء الله، وأنتم تنقلون الصورة للإخوان والشعب اليمني، العدو كل يوم قاعد يتكبد خسائر. هذه الخسائر اللي تكبدها العدو ليست فقط من مجهود قوات التحالف ولا قوات البحرينية، بل هناك نقطة يجب أن يعرفها الجميع. الجيش اليمني بالإضافة إلى المواطن اليمني والمقاومة الوطنية هم أيضا سند للتحالف العربي، ليس فقط للتحالف العربي هو من يحارب وكذا وكذا وكذا، لا، هذه الأمور يجب أن يعرفها المواطن اليمني، أن هناك فيه مواطن يمني شريف يخايف على أرضه وحاط باله ومنتبه لكل تحرك يصير على الأرض. وإحنا موجودين لاستعادة الشرعية، نساعدهم إن شاء الله ونحط يدنا في يدهم من أجل استعادة الشرعية، وإن شاء الله النصر حليفنا بإذن الله، والجهاد منه والنصر لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. هذه المعنويات العالية، هذه الكلمات القوية من الأخوة النابعة من الصميم، من القلب، أحد أبطال الوطن العربي، الجيش العربي الذي نحلم به بهذا التحالف أن يكون جيشا للأمة العربية والإسلامية، يدافع عن حياضها ويرد الكادي العادي الغازي الخائن الذي حاول أن يمس بأمننا وكرامتنا وسلامة أمتنا، وأيضا القضاء على هويتنا العربية والإسلامية. أيضا معي أحد الضباط القوات الخاصة الملكية البحرينية والمشاركة معنا هنا في اليمن. احنا هنا ولله الحمد عندنا واجبات كثيرة طلب منا كتحالف وكقوة بحرينية متواجدة في أرض اليمن الشقيق. طبعا من مهابنا احنا نقوم بعمليات خاصة في جميع الجبهات اللي في اليمن، لأن قوات بحرينية في كذا جبهة، مو فقط في المخدرة أو في صرواح، في جميع الجبهات في اليمن. وعندنا الله يسلمك اللي هو واجب التدريب، ناخذ مجموعة جديدة من توها متخرجة من العسكرية، نأهلها وندربها عشان تخوض المعارك على خط القتال الأمامي للقوات اليمنية. احنا عندنا كأعمال الذراع الإغاثي للملك حمد بن عيسى آل خليفة في مؤسسة خيرية تدعم اليمن من جميع الإمكانيات اللي موجودة في البحرين، لأن احنا كدولة نعتبر إخواننا اليمنيين منا وفينا، ما نعتبرها دولة أخرى، نعتبر كلنا دولة واحدة، ومثل ما احنا نخاف عليكم انتم تخافون علينا. الهدف مشترك، الهدف مشترك والعدو واحد. طبعا اكيد العدو واحد، احنا عدونا واحد، احنا ما جينا هني الا عشان
شنو؟ ان احنا ندحر العدو المشترك اللي احنا كقوات تحالف كلنا ضد العدو اللي هو اغتصب الارض، واحنا راح نسترجعها اول شيء بالقوات اليمنيه ومن ثم قوات التحالف. أشكرك على المعنويات العالية والكلمات والمشاعر الفياضة. مشاهدينا الكرام، من هنا من خط الدفاع الأول والمثالث الأمامية هنا في هذه الجبهة مع قوات النخبة البحرينية التي أتت لمساعدة الشعب اليمني قوات الجيش الوطني من أجل دحر الانقلاب وعودة الشرعية والأمن والاستقرار لهذا الوطن الحبيب وهذه المنطقة الجغرافية الهامة في الوطن العربي. إن شاء الله بهؤلاء الوجيه بهؤلاء الرجال سينتصر العرب وسينتصر الإسلام على عباد النار، على المجوس وابناء الفرس، وبإذن الله تعالى النصر قريب وصنعاء ستتحرر أكثر. هذا التحالف العربي، هنا التحالف العربي وهنا قوات التحالف العربي وهنا أبناء البحرين وقوات النخبة البحرينية تشارك أبناء اليمن الدم والدفاع عن الأرض والعرض. شكرا لكم.